الدقهلية، المحافظة الواعدة اللي الريس زارها من فترة لمدينة المنصورة الجديدة. احنا النهارده في مدينة جمصة اللي غايب عن خيال ناس كتير. جمصة دي مدينة جميلة بتضع على البحر، جميلة جدا. من جمالها فعلا النهارده احنا موجودين فيها لتدشين العلاقة بين السياحة والطبخ والصحافة والإعلام. النهارده كوادر مهمة وشخصيات عامة موجودين. حضرتك الحاج صابر عصران، صاحب وجروب مملكة صابر عصران. حضرتك جاي النهارده وقاطع مشوار كبير من القاهرة لحد جمصة. شايف ايه النهارده وانت جاي حته من ارض مصر وغايب عن مصر؟ والله جمصة طبيعي ما الكلام يبقى مش هنقدر نديها حقها. جمصة من البلاد فعلا هي بلد سياحية ثقافية جميلة تاريخية حضارية، بلد حلوة بناسها حلوة بجوها، واحنا نطول فيها مع ذلك بتجيلها من كل الجماعة لان هي فعلا بلد اقتصادية. بلد اقتصادية هي وبورسعيد اقتصادية وسياحية، مع العلم ان مش يعني تبقى زحمة في الصيف، تبقى زحمة. المعلومة اللي الناس غايبة عن الناس كلها، احنا عندنا جمصة بيقول لك مصيف، بس بالعكس جمصة صيف وشتاء. بصي جمصة تاريخ قبل ما تكون مصيف، هي من قبل دمياط الجديدة، بس دمياط الجديدة انتشرت بسرعة رهيبة عن جمصة، رغم ان جمصة بادئة بعد الأسد بالظبط. لأن دمياط الجديدة فيها مهن، حضرتك فيها مهن. وهنا المدينة الصناعية في جمصة ده شغل مصانع، أكبر مصانع يعني عندهم اختصاصات كتيرة في دمياط، عندهم أكبر مصنع للغاز موجود هنا عندنا في جمصة. أكبر مصنع غاز حضرتك، غير مصنع يعني حاجات يدوية وحاجات أساس وحاجات. على فكرة النهاردة مجالات الهاند ميد برضه، والهاند ميد برضه له عنده في هنا، يعني بصراحة شفتها أنا شفت الهاند ميد هنا حلو قوي. وبلد جمصة بلد حلوة وهادية، وشعبها هادي وجوها حلو ومتناول الجميع، متناول كل الفئات، متناول مشاريع، وفيها ممكن تعملي مشاريع، ممكن تساعدي، تفتحي، تكبري. أهلها حلوين، أهلها طيبين. ومن جمصة لأكاديمية لندن الدكتور عادل منسي عمل شغل جميل الأيام اللي فاتت دي. الشغل بتاعه فعلا سمع. شفنا له مؤتمر مع البورد الأمريكي، وشفنا له مؤتمرات كتيرة مع كابتن رأفت الغول. هو الوقت موجود بشكل رسمي في المؤتمر. الدكتور عادل منسي ازاي أكاديمية لندن عملت الحس الإبداعي اللي شغال اليومين دول، ازاي انتوا فعلا بقيتوا وجه صدارة في القاهرة، وكل بيسمع عنكم بالأكاديمية وعايز ينضم لها. وشغل الأكاديمية فعلا حلو. احنا شفنا تكريم حضرتك التعليم المدني يوم وزير الشباب والرياضة. فعلا اليوم ده ان كون أكاديمية لندن تاخد البادج بتاعها وتبقى واحدة من أهم الأكاديميات في مصر، لمؤتمر للسيد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكلمته في المؤتمر. حضرتك كنت عنصر أساسي، احنا فخورنا بيك. تقول ايه النهارده في حاجة معمولة في المنصورة أول مرة تحصل على أرض الداخل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين. عادل المنسي، عميد أكاديمية لندن للتدريب والإشراف. والله أكاديمية لندن ما طلعتش لوحدها، أكاديمية لندن طلعت بأعضائها وطلعت بالناس طلعنا كلنا مع بعض. ما بشتغلش لوحدي، دايما بشتغل في وجود مجموعة كبيرة مثقفين وعلماء وأساتذة ودكاترة، بحيث ان احنا يكون لنا هدف واحد، او احنا لنا هدف بنسعى له، ان احنا محاولة ان هو دمج المؤسسات المجتمع المدني بجميع اطيافه، بجميع اساليبه، بجميع تخصصاته، ان احنا بنكون نسيج واحد، بنكون مجتمع واحد، هدفنا التنمية البشرية او تنمية الانسان المصري. والان احنا في مدينة جمصة، ويعتبر من الاقاليم او من محافظة الدقهلية، ان احنا بنحاول ان كل المؤتمرات بتاعتنا وكل الندوات وكل اللقاءات كلها في القاهرة. فاحنا عايزين لا نقول احنا عندنا اماكن جميلة واماكن حلوة كبيرة جدا في المحافظات، في مختلف المحافظات. عندنا 27 محافظة، في اما نروح المحافظات كلها ونلف ونوعي الشباب، لان احنا داخلين على معركة
معركه كبيره جدا لا تنقص ولا يعني دايما تكون في مساويه للمعارك الخارجيه على الجبهه. احنا بنقول احنا عندنا معركه وعي ثقافي ووعي فكري ووعي اجتماعي ووعي انساني، ان احنا عايزين نخلي الانسان مكتمل من جميع جوانبه بالثقافه وبالعلم وبالوعي. فان شاء الله رب العالمين هدفنا وهدف التدريب وهدف الاكاديميه بتاعتنا ان احنا نشر هذه الثقافه ونشر هذا الوعي باي طريق وباي مكان، وتكامل مؤسسات المجتمع المدني كما ندى بها معالي رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي، ان احنا عايزين كلنا نكون نسيج واحد وهدفنا واحد للحفاظ على شبابنا والحفاظ على امتنا، وما نتركش شبابنا ان الناس تانية تعرفهم الصح من الغلط. لا، احنا عايزين نحتوي كل الشباب في جميع المحافظات بحيث نقدم لهم شيء مفيد وشيء نافع للمجتمع. النهارده من خلال البرنامج حبينا نلقي الضوء على حاجات في ناس كتيرة مش عارفاها. بالعكس، انت دور وابحث في بلدك تاريخ. ممكن ناس يكون ما عندهمش شغلانه يجوا اماكن زي ده يشتغلوا لا وفيها فرصة. ما انا بقول لحضرتك ممكن يجوا يشتغلوا مكان زي ده، هيبقى عايز شباب كتير وبنات كتير تشتغل، ويوم ما هيشتغل المكان ده بايد عناصر من محافظات مختلفة. فعلا احنا كده بنثبت ان السياحة فعلا عنصر رئيسي، لانه هي بلدنا قايمة على السياحة وعلى الزراعة. فمن خلال برنامجنا تقولي ايه كلمة حلوة تقوليها في ختام برنامجنا؟ والله انا بحب اقول للشباب اللي هم يعني ما يتركنوش على شهاداتهم وما يتركنوش على اوضاعهم، ويحاولوا يجددوا من طاقتهم. شبابنا عندهم طاقه كويسه جدا يعني، بس محتاج اللي يوجههم. هي حبة استثمار صغير بس من وقته. بالظبط، يعني هو عايز بس توجيه صح. يعني الشاب النهارده عايز توجيه صح، وعايز كوادر تكون عارفه توجهه ازاي وتوديه فين. وما نستبعدش على الشباب كلها، ما نستبعدش ان احنا ان هم يروحوا في اي حته بعيده يشتغلوا اي محافظه. هنا كلها في الاخر مصر، في الاخر كلها مصر يعني. يتمنى يعني حضرتك تقول ايه النهارده من خلال البرنامج؟ اولا انا سعيد اني اتقابلت بالست العميد اللي هو الدكتور عادل وحضرتكم كلكم، وانا فرحانين ان احنا على الارض الواقع نعوض في المدينه الباسله، مدينه جمصة الحبيبه اللي بتستقبل كل الاطياف غني وفقير. البلد الحلو كمصر، البلد الوحيده الاقتصاديه على مستوى اقتصاديه فعلا. كل الاطياف تستقبل الفقير والغني واللي عنده واللي ما عندوش والمعدوم، متاحه لكل المصريين. قول ايه يا دكتور عادل من خلال البرنامج؟ والله بقول انا سعيد جدا جدا بهذا الملتقى الرائع الجميل اللي تشهده مدينه جمصة، الحدث الرائع. ودايما الناس بتستغرب يقول لك يا دكتور انت جاي ليه مع ان هو مهرجان طبخ؟ المهرجان الطبخ دوت ما هو عايز اداره وقت، اداره وقت دي شغلنا. مهرجان الطبخ دوت عايز تحديد اهداف، وتحديد الاهداف دي شغلنا. مهرجان الطبخ ديت عايز اداره جوده، والجوده ديت تبعنا. فكلنا انا بقول زي ما قلت في الكلمه الاولانيه ان احنا مؤسسات المجتمع المدني بجميع افكاره عايزين نتكاتف مع بعض بحيث ان احنا نوصل للهدف المنشود بتاعنا اللي احنا بنصعد بيه ببلدنا وبنسود بيه ان شاء الله علميا وثقافيا باذن الله. من خلال برنامج صوت الناس كان معكم الاعلاميه سهير يوسف من خلال البرنامج ومؤسسه النيل العالميه لحقوق الانسان. سعدت بيكم وتدشين العلاقه بين مختلف فئات الشعب المختلفة. بنقول لكم سعدنا بكم من خلال مدينة جمصة، مدينة السحر والجمال. كان معكم الإعلامية سهير يوسف.